السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في الكشري الجميل ده؟ اقول لهم نشتري كشري جاهز، يقولوا لا احنا بنحب الكشري بتاعك. عايزة استريح يوم من الطبيخ والمطبخ، مع انه مش هستريح والله. كنت عايزاهم يجيبوا جاهز عشان انضف المطبخ، اعمل حملة نظافة جامدة على المطبخ، روتين نظافة للمطبخ. بس هم رفضوا طبعا، بيحبوا كشري البيت. كشري البيت طعمه احسن، وبعدين بياكلوا طبق واتنين وتلاتة زي ما هم عايزين. انما لو جيت اشتري هو طبق واحد وصغير وطعمه ما بيعجبهمش. خلاص ماشي، هعمل الكشري. يلا بينا نعمل الكشري. اول حاجة بسلق، في حاجات كتير، كذا حاجة بتتسلق. العدس بجبة تسلقيه، والمكرونة تسلقها برضو. تسلقي مكرونة سباكيتي اي شكل مكرونة انت بتحبيه. وده العدس بجبة اتسلق. وحمص هسلقه برضو، ورز بشعرية هعمله. وممكن تستبدلي الرز بشعرية وتعمليه رز بعدس. تجيبي نص كوباية عدس وكوباية رز، هو ده الرز بعدس، وتعمليه برضو بشعرية عادي. المهم عملت الرز وسلقت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وجبت بصلة وحمرتها. وبعدين عملت الصلصة. البصلة لما اجي احمرها بقطعها بالشكل ده، واحط عليها معلقة دقيق ومعلقة نشا، واحمرها شوية بشوية. تحطي شوية زيت محترمين عشان البصلة ما تتحرقش معاكي. انا بقى بدأت دلوقتي اعمل الصلصة. الصلصة بتتعمل شوية زيت، معلقتين 3 زيت، ومعلقة توم متقطعة. ما قلتلكوش ان النور كان قطع عندي. النور كان قطع عندي، وكان عندي كيسين طماطم في الفريزر. ما النور قاطع يعني مش هعرف اضرب الطماطم في الخلاط. فجبت اكياس الطماطم اللي عندي اللي كانت في الفريزر، بس كانوا كيسين بس. لما النور يجي عملت صلصة تاني. المهم كيسين الطماطم اللي في الفريزر دول نفعوني قوي، بسبب النور قاطع. كنت هعمل ايه وفي حد عايز ياكل ويروح الشغل. خلصت الرز وخلصت سلق الحاجات وعملت الصلصة. على فكرة الصلصة تحط فيها نص معلقة سكر صغيرة، عشان ما تبقاش مزة، ما تبقاش حامضة، ما تبقاش تتعب المعدة. وكده خلصت الكشري بتاعي بكل سهولة. شوفوا لونه، شوفوا. ما اقولكوش بقى على الطعم بتاعه كان جميل. ظبطي الملح وظبطي البهارات، وحط شطة لو انت عايزة. وخلي بالك لو عندك اطفال ظبطي الشطة، مع ان في اطفال بتحب الشطة. انا كنت دايما ما بحطش الشطة بسبب ولادي وهم صغيرين طلعوا بيحبوا الشطة. شوفوا لونه جميل ازاي. المحلات ما بتبقاش الصلصة بتاعتهم حمرا كده، تبقى لونها غامق كده وملهاش طعم. انما الصلصة بتاعتنا بتاعت البيت، وكل حاجة مسلوقة بنظافة، وكل حاجة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. طبق الكشري تاكلي منه ما تشبعيش، تبقى عايزة تاني، تبقى عايزة كمالة. عملت اللايك واشتركتي يا ترى؟ لما تشتركي فعلي زر الجرس، تحط ايدك على الاشتراك هيجيلك جرس كده تتكي عليه عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش. ولو لك اي استفسار قولي في التعليقات. وسلام.